اكو ناس قالوا لي اخوي ليش ما تاخذ لك انواع من العود من الدرجات العاديه وتحطه داخل الجدر وتطبخ لمده 5 ايام ويطلع لك اياه احسن من المستوى العادي. مو هذه الطريقه. صحيح تاخذ لك كسرات من العود ما تكون مكسوره، تكون كامله بل تكون شكلها جميله وتحطها داخل الجدر بالدرجات العاديه، وتحط لها مواد زيتيه ما تكون طبيعيه، كيميائيه، وريحتها ريحه العود شويه. ولازم علشان تخلي العود ينزل، لان العود راح يصير فيها الحاله راح يصعد، لازم تحط معاه شبك حديد تحكم فيه الاغلاق، تسكر فيه الدرجه الاولى، السطح هذا كله لازم تمنع انه هو يصعد، علشان في اثناء الطبخه لا الزيوت مع الحراره يتسرب ويطلع. وبعد مرور 5 ايام افتح الجدر وطلع هذا العود وتنشفه، وبعدها تقدر تبيعه. هذا اللي يسمونه عود صناعي. اذا بعته على كلامك بعد ما سويته بهذه الطريقه، تدري ايش راح يصير؟ الاطفال كله راح يصير فيهم ربو. في زمننا هذا اساسا نسبه كبيره من الناس اللي عندهم مناعتهم ضعيفه، مو مناعتهم قويه، هذا مباشره يصير في سرطان. تبيني اخسر اخرتي بهذه الافعال اطلع منها مكسب؟ ايش كثر مكسب اطلع منها؟ الله عساني ما كسبت فيها معود، ولا تسوى السالفه. اخسر اخرتي واخسر سمعتي في الدنيا. كل اللي سويته وتعبته علشان شويه بيزات عشان اطلع لي عود ما ابي اقطه استفيد منه بهذه الطريقه. الله عساني ما استفدت. فهذا جواب لي كل شخص سألني قال لي انت ليش ما تتاجر في العود الصناعي وليش ما تسويه؟ ولا تحط في بالك ابدا تسألني هذا السؤال. سؤال جوابه راح يكون مدمر للصحة. انسى الموضوع.